مدينة طنطان كغيرها من المدن المغربية تعرف تراجعا كبيرا في القراءة أو شبه عزوف عنها، إذ تشير الإحصاءات أن معدل القراءة للمواطن المغربي يكاد لا يتعدى 6 دقائق في السنة. الخزانة الوسائطية نموذج للقراءة العمومية، إذ تعتبر مجالا للقراءة والتعلم والتثقيف، لكنها تشهد إقبالا ضعيفا رغم مجانية الدخول والاستفادة ومجموع البرامج الوطنية لدعم القراءة والكتابة. واقع القراءة بمدينة طنطان يعني بين الأمس واليوم يمكن إجمالا الحديث عن تراجع ملحوظ في مستوى الإقبال على الكتاب وعلى القراءة بشكل عام، ولربما هذه المسألة هي مرتبطة بالوضع العام سواء بالمملكة أو بالوطن العربي، حيث أن مستوى الإقبال على الكتاب أصبح جد متدني. وربما الخزانة الوسائطية في طنطان كمثال على هذه الحالة. صادفنا وجود تلاميذ يحضرون لامتحانات البكالوريا بالخزانة الوسائطية، إذ يقتصرون فقط على القراءة النفعية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن دور الخزانات المدرسية في تفعيل وتنشيط القراءة، هذا إن وجدت أصلا. معنا كيكون عندنا البروغرام تخوشاجي بزاف، انه تكون تقرا في الصباح وتجي تقرا في العشيه، تيكونوا عندك سوايع من 5 ل 7، انه كيتلاقاو بزاف دو ماتيير من 5 ل 7 7 ل 9، كتجي للدار تتبغي تنعس عاوتاني البروغرام نفسه الغد ليه، يعني ما كيكونش عندك واحد الوقت باش انك تقرا شي حاجه اخرى. هادشي اللي ما كيخليناش اننا نقراو. كنتمنوا ان يكون كان العكس، يكون كان عندنا واحد الوقت فراغ اننا نقراو، راه بطبيعه الحال اننا غنقراو. في غياب القارئ الطبيعي تستغل المكتبة الوسائطية بالإقليم من قبل طلبة الجامعات للبحث عن المراجع لتقوية الدروس وتعزيز البحوث. واقع القراءة أصبح متدنيا خاصة في ظل السنوات الأخيرة، وهذا راجع لعدة أسباب يمكن استخلاصها: عدم مبالاة وعدم الاهتمام من طرف الشباب بصفتهم الركيزة الأساسية لهذا المجتمع، إضافة لعدم التواجد مكتبات وخزانات تساعد على تقريب الكتاب. ومن خلال زيارتنا لإحدى مكتبات المدينة لاحظنا وجود مؤلفات وكتب عدة على أرفف علىها الغبار لثبات الكتب بسبب هجران الزبناء القراء. هو كان في الثمانينات كانوا الكتب نادرين وكانوا غاليين، كان الثمن مرتفع بزاف وكان الطلب عليهم. دابا الكتاب موجود والثمن أرخص والقراءة نادرة. دابا الناس إلا ما قالوا الأستاذ اشتري كتاب اللي هو ديال الدراسة ما يشريه، حتى كاع ديال الدراسة إلا ما قاله الأستاذ ما يشريه، ولا حرى يكون ثقافي. ونظرا لتنامي ظاهرة العزوف عن القراءة، طنطان تقرأ حملة أولى من نوعها على مستوى مدينة طنطان تهدف إلى رد الاعتبار للقراءة بالمدينة، حملة نظمتها على مدى 4 أيام بلدية طنطان بشراكة مع جمعية أساتذة اللغة العربية بالإقليم وبدعم من مجموعة من الجهات كاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنطان قلميم، التي تساهم في دعم هذا النشاط في إطار التربية التي تعد حقا من حقوق الطفل. عملنا داخل الحقل التربوي التعليمي جعلنا نعي بأن يعني ابتعاد أبنائنا وأطفالنا وتلامذتنا عن فعل القراءة ولد كثير من المشاكل، بدءا من يعني ابتعادهم عن مجال التحصيل العلمي، تراجع وتدني مستوى الدراسة، يعني العزوف ويعني حالات الطرد المتكررة على مستوى في المجال الدراسي. أيضا هناك يعني الميل إلى وسائل الإعلام الحديثة التي لربما أصبحوا يجدون فيها يعني ملاذهم ويجدون فيها ذواتهم، وهو ما جعلنا يعني نفكر في إعادة الاعتبار لفعل القراءة كفعل يعني يتخذ قدسيته من الأمر الإلهي اقرأ، ولأن الرسول حض على القراءة، ولأن الأمة أساسا كل المعطيات العلمية تشير إلى أن فعل القراءة هو الذي من خلاله استطاعت الأمم أن تقرأ وأن تنهض. عزوف الشباب عن القراءة ليس جديدا في المغرب بشكل عام ومدينة طنطان بشكل خاص، فبحسب آخر الإحصاءات فإن نسبة القراءة لم تتجاوز 2%، أي صفحات قليلة كل عام. ومن خلال هذه الحملة طنطان تقرأ تجاوزت المدينة ظاهرة العزوف ونسب القراءة
خلال الأيام الثلاثة الماضية.